كان عمري يمكن كنت صف خامس او كنت صف سادس. كان عندي جوز خالتي، هو مو كان عندي يعني ساته جوز خالتي اسمه بسلطان. كان عنده مكتب فلبينيات وسرنكيات وهدول القصص. خ... اللي بيشتغلوا بالبيوت شهريات. مرة من المرات رحت لعنده على خمسة أربعة ثلاثة اثنين على المكتب. مرة من المرات رحت لعنده على المكتب، قاعد عم اجت ما عاد اتذكر شو جنسيتها، فلبينية سريلانكية اثيوبية ما بعرف، يمكن من غازي عنتاب اخر شي بتطلع. تعرف القلب لما يدق، دق لي قلبه ودق لي قلبي وكذا، ونظرات نتبادل وكذا. سريلانكية والله. مرة بالمرات حملنا حالنا وكان في جمعة للعيلة وكذا، وخالاتي مو عماتي، خالاتي واخوالي وكذا، وطالعين على مزرعة. حملنا حالنا وطلعنا على المزرعة، كانت هي هنيك قد لمعت عيناه. عم بحكي لك قلبي عم يدق. الكل مجموع برا وهذا، وهي قاعدة عم تشتغل جوا. فوت انا قاعد على جنب يا شرير. انا ساوي امسح الارض، امسح الكذا. اخي حاببة خامس سادس هذا الكلام. معلم عشنا قصة حب. مدتها تمت يمكن قريب ل 12 يوم. والله منيح. ايه والله. بعدين مدري شو صار، بترجع على بلدها. كنا قاعدين. كنا بالمكتب، كنت عند جوز خالتي بالمكتب. قام اجت قالت لي بابا انا بريد خبرك خبر مو حلو. قلت لها ليه شو صاير؟ فكرت بدها مصاري يعني. ايه بابا انا بابا كان. قالت لي بدي خبرك خبر مو حلو. قلت لها شو القصه؟ احكي لي. قال بابا انا بريد يرجع على البلد. هي النظره عم بعطيك اياها، هي النظره اللي طلعت معي. صفرت فرد صفنه، رحت من كتر مالي اجدب. كان جايتني شكله مكتوب عليها اسمي. فكيت المفتاح من عليها، كان مفتاح بيتنا وابي ما يخليه معي بالليل، قال انه بخاف ضيعه. اعطيتها اياها، ما بعرف اذا لهلا لساتها الشكله. وكان لا كان مكتوب عليها بدر. ما بعرف اذا هي حفرت عليها كلمه بابا. انا هي ادرى بهذا الشيء. بس هلا من هذا المنبر بدي اقول لك يا شو كان اسمها، بس والله نسيت. يا ماما انا بابا بدر، اذا انت عم تشوفي هذا اللقاء انا كثير مشتاق وذكرتوني بالماضي. طيب هلا بعد عم تجتمع، ما في شي وحده جديده تعرفت عليها، بابايا مامايا؟ سريلانكية جديدة قصدك؟ ما عاد في اجتماعات لا والله ما عاد في اجتماعات بنوب. معلم انا من انا وصغير يعني هي الجمعة صارت، حتى يمكن صارت هي الجمعة وناقص خالي من خالاتي كان، لانه انا معلم خالاتي ما بيجتمعوا كلياتهم سوا. معلش ديش لي. كم خالة عندها؟ واحدة اثنين ثلاثة أربعة وأمي الخامسة، يا خمسة وأمي السادسة. ما بيجتمعوا كاملين. معلم بتجتمع فيهم كلياتهم. واحدة من الوحدات لازم تكون متخانقة مع واحدة من بينات الخمسة أو الأربعة اللي زادوا، فما بتجي. اللي بيجتمعوا كلياتهم ليحكوا عن وحدة. مو ليحكوا عن وحدة، حد الله ما بيني وبينهم. بس أنا من أنا وصغير يعني بيتصالحوا فترة. لا شفتهم مرة يمكن كاملين، يمكن تمساية جدي كانت يا عصرية ستي، اجتمعوا كلياتهم سوا. بس يعني بيجتمعوا الأربعة أو الخمسة، في وحدة من بيناتهم ما بتحكي مع وحدة من هدول الأربعة أو الخمسة، فبتروح. بعدين هي اللي متخانقة معها فلانة ما بتكون جاي على الجمعة، بتجي فلانة الثانية. فهيك معلم. ايه وكلياتهم مشاكل بقلب بعض. هي ما عزمت امي، والله امي يا حرام على طول، وين ما زقيتها تعالي بتحمل حالها وبتجي. اما مجموعة الحمد لله امي ما بتزعل حدا، وهن كلياتهم وينك قلبي وعيوني، وانا والحمد لله كلياتهم امهاتي الثانيه يعني كلياتهم صاحبي معهم. بس اخي بدنا نحل هاي المشاكل. ما بكل شي يوم اقول لك جيب لي برنامج المسامح كريم طالعهم كلياتهم على الهواء. يا رب. انا باذن الله انا ناوي اجمعهم كلياتهم بس بعرسي يعني، وان شاء الله بدي اعزم الحاضرين كلياته. ومن هذا المنبر بوجه تحيه لحبيبتي بالسريلانك، مدري بالفلبين، والله ما عاد اتذكر شو كانت جنسيتها، اثيوبيا. المهم اللي هي وبتمنى خالاتي يرجعوا كلياتهم يجتمعوا من اول وجديد وتعم الفرح والمحبه والسلام عليكم. كنت بالمعهد وقت طلب مني الاستاذ اكتب له انا وقايمه، بس انه عم بمشي شيء انه هريت بالارض جنبهم وقتها فركشت. فركشتي وقتها على ظهرك؟ ايه تماما. وهي ضلوا شهر قاعدين عم يضحكوا عليها بس فقط لا غير.
هلا مرة كنت يمكن صف تاسع عاشر، كنت فايقة رايحة المدرسة يعني، فمو شايفة أنا قدامي أبدا، أنا كنت كتير استهور، فتت عند مكتبة ما أدري شو كنت عم بشتري، فهي مكتبتنا هيك بلور كبير كتير شفاف، هو كتير ماسحه بالظاهر، أنا هيك طالعة ومليانة يعني من المكتبة. روح يعني كنت كسرت لها ما في مجال. خلينا ربي. طلعنا مشوار عبلودان، قعدنا نرقص ونغني وكذا. ايه فاجا شاب صار قام يرقص، حط الربطة على خصره وقعد يرقص. كان منظره بموت ضحك. ويرقص ويخلع مثل البنات. يعني عرف يهز بس منيح هز. قعدت غنيت لا يا عليك البغداد. كان كتير كيوت بس كتير بيضحك. إنه رقصنا بس منظره بموت ضحك. لا يا عليك. شو قلت لك يا لا يا عليك البغداد. لا يا عليك البغداد. يرقص ويسمي خسره. بعد ما رقص كله يضحك، حط الشال على خصره ويرقص. مرة كانت عنا أنسة الديانة، هي قصيرة شوي، فحطينا لها المساحة فوق بآخر اللوح، قام صارت كل شوي ترجع لورا وتنط مشان تمسكها، قام صرنا احنا كنا نضحك عليها. امبارح والله كنت راجع من الجامعة، كان عندي امتحان، أنا بدرس اقتصاد، فراجع راكب بالسرفيس، مشي السرفيس أشرت له وحدة، قلت هلا بتطلع كذا، ما لقيت إلا غير دقت على البلور وفتحت الباب تبع السرفيس وطلعت. إيه لا مو قبلي، أنا طالب قلب السرفيس، إيه فأنا قاعد هون واقفة برا، دقت على البلور وفتحت الباب، يعني كأنه دق شي باب بيت أو شي شغلة. صدمت أنا والله، ضحكت بس خجلت يعني أضحك بصوت عالي كرمالها. مرة كنت ماشي بالشارع أنا ورفقاتي، فبالعيد أنت بتعرف إنه في فتيش وهيك شغلة، كان في مجموعة من الشباب كمان واقفة بجانبنا، شغلنا فتيش وزتينا عليهم والشباب من الفزع راحوا يرقوا. اليوم هلا عندنا بالمدرسه صارت انه انس الاقتصاد كان رفيق شوي، كان مشاغب كثير وعم يحكي، بقى طلعته لبرا، بقى اجى هو على اساس عم ينادي للمدير، يعني قال المدير ما رد عليه، قال دق هو بقى المديرنا علوي، بقى صار يقلد لهجته، قال له يا انسه افتحي الباب، قال انسه ما ردت، قالت له يا انسه افتحي الباب، صار يقلد صوت المدير، قالت له والله لعن ابوك يعني. في رفيقي قال لي انه بده يرتبط وحابب انه يتعرف على شي بنت، انا سويت حساب فيك سميته لين، وحطيت صورة بنت جبتها من الانترنت، صرت احكي معه يعني احكي شي تقريبا شهر ونص، بالاخير كشفني، وبعد ما كشفني خلص ما عاد حكينا مع بعض. لا كنتوا عم تحكوا بهالشهر ونص حب وعشق وغرام؟ ايه كنتوا عم تطبقوا؟ حبك هو؟ ايه حبة للين يعني؟ حبة للين، حبة للشخصية؟ ايه. وشو كان بده يتجوزها ولا شو؟ هذيك السنة كنا أنا ورفيقي، كان معي فتيش، هو كان بالبناية عم يحكي مع أمه، عم تقول له عم تسبس بهو روجي بغراض وهو ما عم يرد عليها. شغلت فتيشة وزتيتها بين رجلي، هو من كثر اللعبة نط مدري كم متر، لا مو كم متر ما حنبالغ. قام ارتعب هو، امه بابا قالت لي روحي لعن ابوك روجي بغراض بلا فتيشة بلا شيء. مرة رفيقي كان معه جوال بالمدرسة، قام طلعوا كانت عندنا أنسة بتقول تبع الفيزياء والكيمياء، انه قالوا له انه معه جوال، كمشته هو طفاه، هي فتحت على الكاميرا، قالت انه عم يصورني، قال لها من شو بدي صورك؟ ما اصلا انت ما حلوه ابدا. مرة بحصة الفرنسي، كل حصة فرنسي بتجي لعنا الآنسة، مثلا بآخر الحصة بكون ملحين كتابة، فكل الصف يقوم بينط يقول يا الله ويا الله وببلش عياط وهالشغلة، بتجن الآنسة وبتبلش تعيط للم وجهه ويصير في عصي وضرب وهالشغلات. ضرب لانكم مو ملحقين تكتبوا؟ ايه. كنت طالع من شغلي تقريبا شي الساعة 2 بالليل، كان معه بارت هيك شغل حركات وما حركات وكذا وهيك، قلت هذا نفس جوي وترتيبي، أشرت له قلت له وين رايح خوي؟ قال لي والله طالع على البيت، قال في مجال توصلنا معك على ساحة شمدين، قال تكرم عيونها. احنا والله طلعنا معه على ساحة شمدين، الأخ عامل كذا قصة ما أنا عرفاني، وأنا معه بنفس الوعاء. الله وكيلك، المهم رحنا أنا وياه هنيك، لا بطريقة ما بيعرفني، نزلنا لتحت، قال له شو سيدي هذا الزلمة هيك طيب ما تقول له نشرح الوضع كلياته علي عادي يعني؟ لا نفضح بعض؟ ايه خذ راحتك. المهم
قلت له لا احكي لك قصه لمين تعال قصه. قال لي كمان اعطيني قصه هيك بتضحك كمان بتركها. بعد القصه ضحكت. لما طلعت انا هيك قلت ايوه اجانا الفرج. لا انت شو سيدي؟ قال لي قصه بتضحك. لا هذا يا سيدي في اسدين بقلب الغابه. قلنا له حيوانات وكذا وهيك. لا له معك مسدس يا خسره حاطه. لا الاسد بيموت واحد احمر وواحد اصفر. واحد بيموت طلقتين والاصفر بيموت طلقه. شلون بدك تقتل الاثنين نفس الطلقتين؟ قام صفن فيها هيك انه شلون ما شلون؟ قلت له والله بقى في مشكلتك. قلت له شو اذا حليت انا بطلع من السجن؟ قال لي بتطلع. لما طلعت انا هيك طلعت هيك قلت له شو؟ قال لي خلاص خلطه افاده. قلت له اول شيء بتقتل الاصفر، شو بصير بالاحمر بيصفر تخلط طلقه الثانيه. قلت له كيفك فيها هيك؟ يعني انت خدتها من عندك؟ خلاص من عندي دغري بفنت له اياها فورا بارضها تماما. حلو. هلا انا بدك تساليني شيء غير النكته. ولك يا طيرة طيري يا حمامك مبسوط. كنا انا وهذا بالكراكون وكان معنا عالم يعني قاعدين جمعه. فز واحد عم نكلخوا افادات انا وهذا طبخنا حتى استوى. كان يقوم يقول له اعطيني سكاره وشو بدك حقها تكرم عينك انه هنيك ما في دخان. فز الزلمه راح لعنده ناداله شي ساعه كانت 2 بالليل يمكن ناداله سيدي هداك عصف ورد دمه عليه. شو صار يحكي؟ الا شو صار يحكي؟ كمل انت كمل. قال له منين انت ولا شو اسمك؟ صار يتأتي انه قال له وين ساكن؟ قال له ساكن برزة شيرين. ونسيان الباقي انا بيعرف بسيسته. هذا يا شريك كان في واحد محكوم مؤبد. هذا مظلوم هذا المحكوم. راح والله يا سيدي لك انا بريء اتركوني بحالي. قال له لا شو بريء ما بريء؟ لك يا سيدي انا والله بريء. قال له هلا بنشوف. والله حكموا الجلسه تبعه اعدام الزلمه داروا اعدام. لا عمى شو اعدام ما اعدام؟ قال له هلا بنشوف اذا انت مظلوم ولا لا. والله حطوه على المشنقه هيك رفقات عم يطلعوا فيه هيك انه هذا محكوم رايح اعدام الزلمه. قام شنقوه قام ما مات. شنقوه ثاني مره ما مات. ثالث مره ما مات. قال له شفت شلون سيدي ان انا زلمه مو مظلوم؟ قال له غير ان شاء الله. اجى هيك رفيقه قال له شو خويي؟ قال له شو ما مثل؟ قال له ايه والله طلعت شو اسمه مظلوم انا. قال له خلاص عمل له هيك افاده. قام طلع هو في عنده مكان ثاني بيتنفس منه. ايش تقصدي؟ فمو ظابط يعني نحن نشرح على الكاميرا. قام هون مات الزلمه. يعني طلع بتنفس من غير جاي يعني من هون خلاص ما في تنفس. كان في واحد فايت من الدرج متعاطي بالمحكمه. لف الدوره ووصل على المحكمه فقال له القاضي قال له بتحكي لي 10 كلمات بحرف الآ اخلي سبيلك. قال له ماشي سيدي. قال له بلش. قال الشاب قال له اطلعها افرطها اطلعها اكسرها اشفطها اختمها اشعلها اطير. قال حكموا 2 سنين. اعترف له بكل شيء يعني خلاه يعترف بكل شيء القاضي. يعني لغموا القاضي يعني جد عليه الشباب خلاص مشي حاله وكل 2 سنين. صايره معي قصه بالسكن الجامعي. رحت بدي اطلب سندويشة بطاطا واعطيته الاوردر يعني ونسيت يعني فتحت تعريل ذاته على الانستا ونسيت. فصار ينادي مين طالب. طلعت هيك قلت له انا طالبه. قالوا لي قال لي شو طالبه؟ قلت لهم انا طالبه اعلام. بدل ما اقول له طالبه بطاطا. طالع من بيتي طبعا البيت بعربين فالميكرو يوميا رفيقي بيجي بياخذني من عربين لشارع الثوره. فطلعت بميكرو يعني ركاب بتعرفي شلون العالم تهجم هيك على المكاري. فالله جمعني وحطني بالنص بين شله خرسان ولا واحد بيحكي. انا قاعد بالنص عم طلع يمين يسار كلياته بالاشاره. فهون انا شكيت بحالي صراحه انه لا في شيء غريب. يا انا انضرب سمعي تكورنت وانضرب السمع تبعي يعني نهايه العالم قربت ما بعرف شو الترتيب. فصاحب الميكرو رفيقي يعني طلعت فيه هيك قلت له واصل على شارع الثوره. وقف بأرضه طلع هيك اللي عم تجدبها يعني انت شيء؟ قلت له لا خلص تمام كان سمعي شغال فهدول خرسان. فانا عم بتضحك يعني يمين يسار يعني شو الترتيب. لكن اللي شككني اكثر من هيك انه ما في بالعاده بيطفي بكون شغال المسجله تبعه. المره طلعت مطفيه مع الخرسان كل حياتنا خرسان. انت عم تحكي شيء بس لا اتاكد.